ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد على هبة شانل. يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة لذيذة كده. فراخ مشوية ورز بسمتي بطريقة حلوة كده. اول حاجة انا بتبل الفراخ من بالليل او الصبح بدري مثلا، واسيبها 3 4 ساعات كده في التتبيلة. حطيت طماطم وبصل، الكمية على قد الفراخ اللي عندك يعني. عملت دول طماطميتين وبصلتين، وحطيتهم في طبق كده عشان اكمل بقية الحاجات في الكبة. وحطيت فلفل اخضر، او ممكن بقى تعمليهم في الخلاط، يعني تحطي كله على بعضه وفي الخلاط. وحطيت معلقة خل، توابل فراخ، بابريكا، كمون، فلفل اسود وشطة. دي توابل فراخ تاني عشان كنت حاطة قليل. صوص الباربيكيو حطيت معلقة كده، حاجة صغيرة مش كتير، عشان مش عايزة طعم الباربيكيو يبقى باين قوي، لان هي فراخ مشوية مش فراخ بالباربيكيو يعني. فكنت حطيت حاجة صغيرة كده تدي طعم حلو، بس برضو ما تبقاش باينة قوي يعني. حطيت كده كل التوابل وهقلب كله مع بعضه. حطيت ملح وفلفل اسود، وحطيت عسل بس ما كانش ظاهر في التصوير يعني. حطيت حوالي 3 معالق عسل ابيض كده، حبة حلوين يعني. والفراخ انا عندي غسلتها اهي وقطعتها بالشكل ده بالطول كده، وهحط عليها التتبيلة. وهبدأ ان انا يعني احط في كل حتة في الفراخ، ادعكها كده بايديا كويس قوي. انا كنت عاملة معاها الكبد والقوانص برضو بتبقى طعمها حلو. بدخل اهو بصوا التتبيلة في كل حتة ما بين الجلد واللحم، ومن ناحية العظم، وفي كل حتة. وممكن تفتحي الفراخ بالسكينة كده، بس انا بصراحة ما عملتهاش. هي ساعات بعملها وساعات لا يعني. المرة دي ما عملتهاش، لان هي اصلا قعدت في التتبيلة وقت حلو يعني. قعدت حوالي 5 6 ساعات. طبعا هي في التلاجة، فقعدت عادي 5 ساعات او 6 يعني. كده كده بغطيها بستريتش وبحطها في التلاجة. ووقت بقى ما هعمل الاكل، هي بتاخد في الفرن حوالي ساعة، او ولو عايزاها مستوية قوي مثلا ساعة وربع او ساعة وتلت كده، وبتبقى زي الفل يعني. فانا بطلعها قبل التسوية، بس بحطها في الفرن. اهي كده جاهزة معايا. ممكن برضو تعملي التتبيلة دي وتحطيها تشيليها بقى في الأكياس في الفريزر وهي متبلة كده، وتطلعيها تحطيها في الفرن وتعمليها بسرعة جدا. يا رب الأكلة تعجبكم.